السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي النهاردة نعمل مع بعض الفطير المشلتت. الفطير المشلتت من الحاجات اللي كلنا طبعا بنشتاق لها كتير كتير وبنحب ناكلها ساعات كده جنب العسل والجبن. تعالي النهاردة نعمله بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تكوني ممتازة فيه. معايا هنا يا حبايبي كيلو من الدقيق، ننخله كويس جدا في العجانة او في طبق طبعا اللي هنعجن فيه، وكمان معايا رشة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وكمان بحط معلقتين من الزيت. تمام تمام، نعجن العجينة دي كويس جدا جدا. من نجاح الفطير عجن العجينة، من نجاح الفطير العجن يا بنات، وتكون العجينة بتاعتنا ملمسها كده ناعم جدا جدا. طيب ممكن لو العجينة بتاعتنا بتلزق ما تلاقيش منها خالص، بتلميها بمعلقة من الزيت زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى يا حبايبي بنسيب العجين بتاعنا يرتاح لمدة ربع ساعة. تمام، ده يفضل طبعا، كل ما تسيب العجين بتاعنا يرتاح يبقى احسن. هنا بقى مقطع التشكيل محذوف. انا هقولك عملت ايه. شكلت الكيلو على 6 كور زي ما احنا شايفين، وكمان بنحط على وشها زيت ونسيبه يرتاح يا بنات. يفضل طبعا ان احنا نغطيها بكيس وفوطة ونسيب العجين بتاعنا يرتاح لمدة ساعة. تمام تمام، الرخامة بتاعتي نظيفة وزي الفل. هنا بقى يا حبايبي نبدأ نفرد الفطير بتاعنا. بنجيب اول عجينة كده انا شكلتها، وبنحط حبة زيت على الرخامة ونبدأ نفرد العجين بتاعنا. بنفرد بايه او ايه هي المادة الدهنية اللي احنا بنستخدمها. بنستخدم سمنة بلدي على معلقتين كبار من الزيت. ممكن نستغنى عن الزيت، ممكن نحط بديل الزيت زبدة، يعني ممكن نستخدم سمنة وزبدة. تمام يا بنات، نبدأ نفرد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اهم حاجة طبعا من نجاح الفطير الفرد، نفرد كويس جدا جدا لحد ما نلاقي الرخامة بتاعتنا شفافة زي ما احنا شايفين كده، ونورقها بشكل كده واضح قدامنا. تمام، ونبدأ كده نلفها زي ما احنا شايفين. تمام، دي كده اول فطيرة عملناها مع بعض. نبدأ بقى نعمل كده تاني فطيرة. هنلاحظ ان اول فطيرة غير تاني فطيرة غير تالت فطيرة. كل ما العجين بتاعنا بيرتاح كل ما بيدينا نتيجة اكتر. شايفين التوريق والجمال؟ اهم حاجة توريق الفطير يا بنات. تمام تمام، شيلي كده اي حاجة قدامك وابدأي وسعي الفطيرة بتاعتك. طبعا بيفضل الفرد على طبلية، كمان لو في طبلية بيبقى الفرد عليها احسن واحسن. شايفين شكل الفطير بتاعنا؟ يعني كان ممكن يتفرد اكبر من كده، بس مكاني محكوم. ببدأ اجيب اول فطيرة بحطها كده في النص، وبعد كده بقفل عليها تاني فطيرة. تمام، يبقى كده اتنين. ممكن نقف لحد هنا كده؟ تمام، ممكن جدا. بس انا هنا هعملها 3 فطيرات، وطبعا كل ده حسب رغبتك. تمام يا بنات، يعني ممكن الكيلو يتعمل على 3 او 2، ولو صغرتيها اكتر كمان ممكن يعمل لك 4. كل ده حسب رغبتك. شايفين الفرد؟ وزي ما قلت لك، اول واحده غير تاني واحده غير تالت واحده. يا رب النهارده الطريقه يكون عجبتك، وان شاء الله هتعمليه بطريقه سهله وبسيطه زي ما احنا بنعمله دلوقتي. شايفين شكل العجينه؟ ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. تيجي بقى نجيب الصينيه اللي احنا طبعا هنسوي فيها. بنحط فيها برضو حبه حلوين من السمنه، وبعد كده بنحط الفطيره بتاعتنا ونغطيها يا بنات. اهم حاجه ان احنا نغطي الفطير بتاعنا كل ما بنغطيه، علشان وش الفطير ما ينشفش مننا. بمعنى اصح يعني ما يقشفش. احنا بنقول عندنا ما يقشفش، يعني وش العجين ما يقشفش. تمام تمام، لو العجينه بتاعتنا اتقطعت كده مفيش اي مشاكل خالص. انا هنا بحط ايدي تحت العجينه كده وبفردها بطريقه سهله وبسيطه، بحيث ان احنا نورقها. دي كده تاني فطيره. تمام تمام، دي كده اول واحده. نعمل بقى تاني واحده. شايفين؟ بتفرد معانا بكل سهوله. نطبقها بقى ظرف كده. اهم حاجه السمنه يا بنات، ما تنسوش السمنه. كل ما بنطبق كل ما بنحط سمنه. وكده هنفرد اخر فطيرة معانا. ما شاء الله، شايفين الهواء اللي خارج منها؟ هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده نجاح الفطير يا بنات. ونحط السمنة ونطبق الظرف، ونجيب باقي الفطيرتين اللي احنا عملناهم ونقفل بالشكل ده. نجيب بقى الصينية بتاعتنا
وبعد كده نحط فيها السمنة، وبعد كده نحط الفطيرة ترتاح، ده اهم حاجة. تمام. تمام. الفطير بتاعنا هنا بقى بعد ما ارتاح، لو ايديا حسيت ان هي مش ماشيه كده، بنبل ايدينا زيت او سمنه، وبعد كده بنمشي على الفطير. لو في قشطه طبعا متوفره يفضل بنحط على الوش، لكن انا ما كانش متوفر عندي القشطه. ده شكل الفطير كده في الفرن، وهنشوف الفطير بتاعنا بعد ما طلع. طيب ده شكل الفطير. الفطير بتاعنا يا بنات علشان ينجح معانا بنحطه في الكيس كده علشان يبقى طري. طبعا احنا لما بنجيب الفطير بتاعنا من بره، بنجيبه الراجل بيحطه لنا في الكيس مباشرة علشان يفضل بطراوته. وده شكل الفطير بتاعنا يا بنات. اهم حاجة يكون عجبتك النهاردة، اهم حاجة متنسينيش بدعوة حلوة، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.